في الجهه اليسرى اماميه وعلى الارض، وهشام بوداوي يضغط وكان هيقطع الكره وكان هيروح انفراد، لكن طالت الكره وما يلحقهاش. رياض محرز يفتح اللعب هناك في اقصى اليسار عند رامي علي، جول جول. اخيرا 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 بعد محاولات، بعد مشاورات ومداولات، ياتي الهدف برأسية الهداف النجم ملك الخطورة محمد لمين عمورة. نعم، كل الخطورة تجدها عند عمورة. يتقدم عمورة برأسية روعة، يلمح الحارس فوكو متقدم عن مرماه ويطير لفوق، ومن الدور العاشر من الدور ال18 برقم قميص محمد لمين عمورة يطير اعلى من الكل، يرتقي فوق الجميع ويسكن الكرة بالراس في شباك بوتسوانا، ويعلن تقدم الخضر باول اهداف هذا اللقاء. محاربي الصحراء يتقدموا بهدف في الدقيقة 33، ويفرح الجمهور الجزائري في مدرجات ملعب حسين ايتع. ادي الكرة، هداف نجم يعرف طريق الشباك وبيعرف يسجل، بيعرف ازاي يسجل هدف. شوف الارتقاء الرائع. ادي الكرة من بن سبعيني، يطير لفوق بن سبعيني يصنع، وعمورة يسجل برأسية روعة. لحظة تقدم الحارس فوكو، يصطاد عمورة ويسجل في الشباك. سادس اهدافه في هذه التصفيات، ما شاء الله. هداف هذه المجموعة برضو المرة دي بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. المرة اللي فاتت سيسيني لعبها بالراس، المرة دي سجل التعادل. يعني وكأن الكرة اللي ضيعها، الرأسية اللي ضيعها اللي لسه كنا بنتكلم عليها سيسيني، وكأنها كانت بروفا. ليأتي الآن كوبيلانج هو اللي بيسجل، كوبيلانج، وكأن الفرصة اللي ضاعت من سيسيني كانت بروفا. نفس الكرة ونفس الفاول ونفس الخطأ ونفس اللاعب بنفس الطريقة، لكن المرة دي يمكن على القائم البعيد. يعني لعبها المرة دي جونسون على القائم البعيد ليأتي كوبيلانج المدافع قلب الدفاع يسجل هدف التعادل لبوتسوانا في الدقيقة كام؟ 43 تقريبا. كوبيلانج يجد الشباك اهو، ادي الكرة. كوبيلانج بالفعل رقم 20 بيسجل تاني اهدافه الدولية فقط في مسيرته مع منتخب بوتسوانا في اول كرة اون تارجت. يعني دي اول كرة تروح بين الثلاث خشبات في مرمى الكسيس جندوز. تجد الشباك بوتسوانا